بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. اخبار نادي الزمالك. مخطط خطف نادي الزمالك. ايه مخطط خطف نادي الزمالك؟ الخناقه اللي موجوده دلوقتي حوالين شركه الكوره. شركه الكوره كان مجلس اداره اعلن، اغلبيه وافقت على تاسيس شركه الكوره او اعلان شركه الكوره. طب قالوا ايه؟ قالوا ان في مستثمرين، في مستثمر اجنبي او مستثمر عربي ل 40%، اعتقد مستثمر سعودي، ومستثمرين مصريين لهم 20%، ومجلس اداره لهم 40%. كانت الخناقه الاول عن النسبه، ازاي يبقى 60% و40%، ولا بد من عقد جمعيه عموميه عشان الحصول على موافقتها بالموافقه على هذه النسبه حسب قانون الرياضه او حسب اللوائح الموجوده. ولكن حصل ايه؟ حصل ان الكابتن حسين لبيب ومجموعة تانية من أعضاء مجلس إدارة جابوا مستثمرين غير المستثمر اللي جايبه جون أودوارد، اللي هو عايزين يخطفوا نادي الزمالك، خطف نادي الزمالك. جون أودوارد والمجموعة اللي معاه عايزين ياخدوا نادي الزمالك كأنه شركة هيشتروها. نادي الزمالك النادي الجماهيري، النادي الكبير، نادي صاحب الملايين من المشجعين، نادي صاحب التاريخ العريق، ليس للبيع. فالخناقه دلوقتي كابتن حسين لبيب مع مستثمرين، والمستثمرين دول هيدوا لمجلس الاداره حق اداره نادي الزمالك او اداره فريق الكوره، بمعنى ان هيبقى في شروط موجوده. حق الفيتو، المجلس يكون ليه القرار النهائي في اي قرار خاص بالكوره. لا، كابتن جون ادوارد مش راضي، عايز المجموعه بتاع السعوديه هم خلاص يديروا شركه الكوره، خلاص مجلس اداره ملوش اي لازمه خالص، هم اللي يشتروا نادي الزمالك وياخدوا نادي الزمالك ويخطفوا نادي الزمالك، كأن الزمالك ده شركه تدار وليس نادي عريق له جماهير وغيره وغيره. دي الخناقه اللي دايره. جون ادوارد بيهدد ان هو بيدي فرصه لمجلس اداره لمده 15 يوم عشان يخلصوا القصه دي. يا عم امشي، ايه المشكله؟ هو انت قبل ما تيجي لازم حد يعرفك اصلا؟ انت اتعرفت عن طريق نادي الزمالك، واشتهرت عن طريق نادي الزمالك، واتلمعت عن طريق نادي الزمالك. وبعيدا عن خناقه شركه الكوره، احنا سايبين الدنيا كلها وبنتخانق على شركه الكوره. طب فين فريق الكوره اللي انت بتتخانق عليه اصلا؟ فين فتره الاعداد؟ فين المعسكر الداخلي اللي في العاصمه في القاهره الجديده، او او في العاصمه الاداريه؟ فين المعسكر اللي في تركيا؟ فين اعداد اللعيبه؟ بلغت اللعيبه؟ طب اديت اللعيبه مستحقاتها؟ ده اللعيبه نفسها غضبانه عشان حتى الان لم يتم ابلاغهم بفتره الاعداد. هتعمل فتره الاعداد امتى؟ قبل موسم بيوم؟ اه انت خدت الرخصه الافريقيه وشارك في دوري الابطال الافريقيه، طب هتشارك بمين؟ اللعيبه هتكون جاهزه ان تشارك في دوري ابطال افريقيا والدوري والكاس الموسم الجديد؟ طب فين المدرب؟ قناه الزمالك اعلنت ان في مدرب صربي جاي، فوك رازوفيتش. فين فوك؟ ولا فين، ولا جه فوك ولا جه رازوفيتش، ولا فوك ولا رازوفيتش. انت سايب الدنيا كلها بتتخانق على التورته، تتخانق على التورته. عايزين تاخدوا نادي الزمالك يبقى ملكوكوا خلاص بقى، انتوا بقى انتوا تتصرفوا فيه. سبوبه؟ الزمالك مش سبوبه، الزمالك مش سبوبه. الزمالك كيان نادي عريق ليه جماهيره، ولولا جماهيره الزمالك ما كانش فاز بالدوري. لكن اللي بيحصل ده تهريج، اللي بيحصل ده محاولات خطف، اللي بيحصل ده انت بتحول الزمالك لمشروع استثماري. انت جايب مستثمرين يا عم جون، يا هم يا بلاش، يا فيها يا خفيها، يا فيها يا خفيها، يا فيها يا خفيها. هو ده المبدأ، يا فيها يا خفيها. وكل حاجه بتقعد يعني زي ما بيقولوا كده قرارات جملي. تعرف جملي يعني ايه؟ يعني لما بتحط اللحمه الجملي كده بتقعد لها 3 4 ساعات عمل ما تطيب. فكل القرارات كده ما شاء الله تاخد لها قرن قبل ما توافق عليها. ودايما بنيجي في اللحظات الاخيره. بص الموضوع الرخصه في اللحظات الاخيره، بص الموضوع الاعداد هيبقى في اللحظات الاخيره، بص الموضوع المدرب هيبقى في اللحظات الاخيره. فمين اللي بيدير؟ ومين اللي بيتحكم؟ ومين اللي عايز يتحكم؟ ومين اللي عايز يستولي على نادي الزمالك؟ ومين اللي عايز ياخد نادي الزمالك؟ ومين اللي عايز يشتري نادي الزمالك؟ ومين اللي عايز يبيع نادي الزمالك؟ ومين اللي عايز يستفيد من نادي الزمالك؟ اصحوا. مين دخل الناس دي اصلا؟ واذا كان جون ادوارد مفكر ان هو اللي جاب الدوري، ما انت ما جبتش الدوري، اللي جاب الدوري جمهور نادي الزمالك.
بالعكس الناس كلها كانت بتطالب باقالتك. انت جبت لنا واحد اسمه يانيك فيريرا ضيع على الفريق 10 اسابيع، ما كانش ليه اي لازمه، ورحت جبنا واحد سيرب الله اعلم هو شكله ايه، وبتشغل اللجان الالكترونيه. انا مش فاهم مين مع مين. هو اللي سرب الموضوع بتاع شركه الكوره ده طبعا جون اودوارد. مين يعني؟ بيضرب بيضغط. في ناس لها مصالح، في ناس هتستفيد، في ناس هتشتغل مع شركه الكوره دي، مع احترامنا للمستثمر اللي جاي ملوش اي ذنب، لكن دول اللي هيبقى مستفيدين. هو دول اللي هيبقوا مستفيدين، يعني دول اللي هيستفيدوا من القصه ومن السبوبه ومن التورته. لكن فين الزمالك؟ فكروا في الزمالك؟ لا، ما تفكروش في الزمالك. هل خلاص بقى كل قصة الزمالك ومشاكل الزمالك على الحصول على الرخصة الإفريقية؟ يا سلام. طب والبطولة الإفريقية هتعمل فيها إيه؟ البطولة الإفريقية هتعمل فيها إيه؟ البطولة الإفريقية هتعمل فيها إيه؟ بطولة الدوري هتعمل فيها إيه؟ شوف الفرق التانية دلوقتي شغالة إزاي؟ شغالين فترة الإعداد، بيلعبوا ماتشات ودية، دعموا صفوفهم بلعيبة. أنت ولا حاجة. في لاعب قاعد في البيت بقاله شهرين وشوية مش عارف راسه من رجليه. يعني هتعده بدنيا ازاي؟ ده انت محتاج اعداد بدني اسبوعين. يعني انت تعمل اعداد بدني وانت تخش على طول على الماتشات؟ ونيجي نتكلم بعد كده، هنيجي نتكلم يا جماعه وافتكروا افتكروا افتكروا افتكروا، ونقول تاخر فتره الاعداد وعدم مش عارف ايه وعدم حسم المدرب هو ده السبب في ان الزمالك مش عارف ايه. اين مجلس الاداره؟ خناقه بيتخانقوا مع بعض، كل واحد عايز يثبت ان هو المسيطر، كل واحد عايز يثبت ان هو الكوماندا. فين فريق الكوره؟ فين فريق الكوره؟ فين الجمهور بيسأل؟ فين فترة الإعداد؟ فين الماتشات الودية؟ فين المدرب؟ طب حتى يعني طب حتى يا أخي جمع اللعيبة بجهاز معاون، يعني جمع اللعيبة حتى بجهاز معاون يدربهم حتى لحد ما يجي المدرب. لا مفيش. تدرب جوه النادي؟ لا بره النادي، ادفع مليون جنيه كل شهر. تهرب ليه من الأعضاء وتهرب ليه من الجماهير؟ إنجازك إيه؟ الدوري الجمهور اللي جابه، أنا أرجع تاني أقول الجمهور اللي جاب الدوري، محدش جاب الدوري غير الجمهور. وبنشكر طبعا معتمد جمال وتحمل الظروف الى اخره الى اخره الى اخره الى اخره. هي يعني يا فيها يا خفيها، هم يبكي وهم يضحك.